ناس كتير بتبعت لنا وبتسالنا هي العربيه لما بتتفك وبتتركب بتخرج من الضمان ولا لا. تعالوا بينا نشوف في ارض الواقع الكلام ده صح ولا غلط. معانا عبده الامير بنفسه. ازي حضرتك؟ هيشرح لنا الكلام ده صح ولا لا. اتفضل. بصوا يا جماعه، انا بقى النهارده طالع اتكلم في يعني بالمعنى اللي عايز اطمن العميل بتاعنا. يعني ايه عربيه بتتفك اوكر، بتتفك جرايد، بتتفك مرايات، ويعني ايه عربيه اصلا ما بتطلعش بره الضمان. فانا عايز اوريكم على الطبيعه ازاي العربيه بتتفك. تعالوا معايا. تعالوا بقى يا جماعه اوريكم على الطبيعه عربيه زي دي كده، دي اودي. طبعا انا عايز اوريكم ازاي الاوكر بتتفك، تمام، والجرايد بتتفك، تمام، وهوريكم برضه الفوانيس وهي مفكوكه. عايزنا كده حماد نقول لي الفانوس كده. بصوا يا جماعه، ده فانوس اهو مفكوك. طبعا الكليبسات سليمه زي ما هي، تمام، والكليبسات هنا سليمه، مفيش كسر، تمام. اتفضل. تعالوا بقى يا جماعه اوريكم برضه عربيه زي المرسيدس دي سي ال اي 200. العربيه دي زيرو، لسه جايه دلوقتي من الوكيل حالا. تعالوا اوريكم العربيه بتتفك ازاي. برضه جرايد، اوكر، واتا تانك، جرايد السقف كلها يا جماعه بصوا مفكوكه، مش حاجه اسمها كليبس بيتكسر، تمام. ده طبعا انا بطمن الناس اللي بتبقى جايه تجيب عربيه زيرو، ومن حقها طبعا تخاف، اللي احنا عندنا هنا ناس فنيين من الاخر شغل توكيل. ازاي هيفك العربيه وازاي هيرجعها لك بنفس وضعها. شرفونا في اي وقت، مكانكم فرع عبد الامير.